السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا يا احلى اخوات في الدنيا. جينا النهارده في فيديو جديد. جينا في فيديو مختلف عن كل الفيديوهات اللي فاتت. هنعمل مع بعض جاتو المحلات بطريقة حلوة وبسيطة، ومكونات موجودة كلها في البيت بإذن الله. هتعمليها، هتفرحي بيها اولادك، وهتبقى حلوة وجميلة طبعا من ايدك. يلا بينا نسمي الله ونقول المقادير وكمان الطريقة. عندي 40 جرام نشا، عندي 90 جرام دقيق. الدقيق بما يعادل حوالي 4 معالق كبار كده هرمية. السكر 125 جرام سكر، 60 جرام مية، 4 بيضات كبيرة، معلقة كبيرة محسن جيل، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. انا بحب استعمل كيك شيف. الطريقة دي لو عملتي بيها عمرك ما هتسيبيها خالص. انا بقالي كام سنة وانا بستعمل نفس الطريقة، وكل مرة بتطلع احلى من المرة اللي قبل منها. كسرت البيض بيضة علشان خاطر لو وقعت مني قشرة بيض ولا حاجة ان انا اعرف ايه اشيلها. حطيت معاها الفانيليا، معلقة ونص كبيرة فانيليا، معاها نص معلقة خل، وكيسين فانيليا باودر. ومعاها السكر بتاعي ضربته معاها مع البيض الاول عشان خاطر السكر بتاعي كان خشن شوية. لكن لو السكر بتاعك ناعم، حطي كل المكونات كلها على بعض واضربيها. بعد ما اديتهم ضربتين كده مع بعض السكر والبيض، نزلت بباقي المكونات، ضربتهم كلهم مع بعض لغايه لما الاقي الخليط بتاعي، بصي، اتضاعف كده حجمه وزاد، وكمان اللون بتاعه بقى فاتح وعليه لمعه كده حلوه. الاول كنت بضرب الخليط بتاعي، واول ما الاقيه تقل اروح منزلها على طول في الصاج. لكن اخر مره ضربته اخد حوالي من 10 دقايق ل 12 دقيقه وانا بضرب فيه. طلع حاجه روعه، احسن من كل مره انا عملته فيها. يعني اتفقنا مع بعض دلوقتي ان احنا نضرب الخليط بتاعنا بالمضرب. لو مضرب كهربا زي ده بياخد معاكي من 10 دقايق ل 15 دقيقة. الصاج بتاعي بطنته الاول، حطيت فيه حتة من الخليط وحطيت عليه ورقة زبدة. المقدار ده المفروض يتحط في صاج مقاسه 30 في 40، بس انا الصاج اللي عندي الصراحة مقاسه 25 في 37. دخلته بقى على فرن ساخن من قبل، آه على اعلى درجة حرارة موجودة عندي في الفرن. الصاج بياخد معايا حوالي 10 دقايق ل 15 دقيقة، ما يزيدش عن كده، علشان خاطر الجاتو بتاعي ما ينشفش مني. كده بقى الاسبونج بتاعي طلع من الفرن. اختبرته بخل قبل ما اطلعه، لقيته خلاص استوى، طلعته حطيت على وشه ورقة زبدة من فوق. وبعد كده قلبت الصاج. هشيل ورقة الزبدة اللي انا حطاها من تحت، وبعد كده ارجع بقى اقلب الاسبونج بتاعي تاني. ما تخافيش، مش هيحصل له اي حاجه. الاسبونج حلو، مش هيتقطع منك ولا هيحصل له اي حاجه. المقادير دي مظبوطه، وهتطلع لك الاسبونج بتاعك مية مية. اشيل بقى ورقه الزبده اللي انا حطاها على وش الاسبونج. هتشيل لي كل الطبقه اللي موجوده من فوق. الطبقه دي يكون فيها كل الزفاره بتاعه الكيك بتاعي. بصي، كل الطبقه اللي كانت موجوده على الوش اتشالت. حتى لو موجود اي حاجه ممكن تشيليها بايدك، او سن سكينة كده رفيع بتشيليها بتطلع معاكي على طول. اغطي بقى الاسبونج بتاعي واسيبه لتاني يوم. الاسبونج بغطيه عشان خاطر ما فيهوش اي مادة دهنية فممكن ينشف مني. هقولك بقى على مقدار الكريمة المظبوط. كل كوباية كريمة معاها ربع كوباية سكر، معاها معلقة كبيرة باستري، ومعلقة كبيرة لبن بودر لو انتي مش هتستعملي لبن سايب. لو ومعاها كل كوباية كريمة ليها كوباية ونص في الشتاء مية متلجة او لبن متلج. لو في الصيف هيبقى كل كوباية ليها كوباية. هدوب السكر مع اللبن او المية اللي انت هتحطيها كويس. وبعد كده انزل بقى بالكريمة بتاعتي والباستري كريم واللبن البودر، واضربهم كويس لحد لما الحجم بتاعه برضو يتضاعف كده، وتلاقي الكمية بتاعته زادت، وبقى فيه لمعة برضو على الوش. هو ده القوام المظبوط اللي انا عايزة اوصله. شايفين بقى اللحوسة اللي حصلت في الحيطة دي بقى من عيوب المضرب. ربنا يوسع علينا وعليكم، وكل واحدة تقدر تجيب لها ان شاء الله بإذن الله عجان هيوفر عليها كتير. جبت بقى الاسبونج بتاعي، برضو بدور فيه لو اي حاجة موجودة على الوش بشيلها بايدي عادي، بتطلع على طول، ما مش محتاجة اي مجهود ولا هي لازقة ولا اي حاجة، بتطلع معاكي على طول. قسمت الاسبونج بتاعي نصين. ففي حاجة عملتها في الاول المفروض اصلا ما كنتش اعملها، يعني سقيت الاسبونج الاول قبل ما اقطعه.
ممكن تسقي الاسبونج لو انت عايزه تسقيه، وممكن ما تسقيهوش. انا جربت الطريقتين والطريقتين حلوين جدا. لو عايزه تسقيه هتسقيه بسيرب خفيف، نص كوبايه سكر ليها كوبايه ميه مع عصره ليمونه وشويه فانيليا. حطيت الكريمه بتاعتي في كيس حلواني، وحطيتها بقى، فردتها على الاسبونج. الطريقه دي بتسهل معاكي، بتخلي الكريمه بتاعتك تكون كلها متساويه مع بعض، مفيش حته طالعه وحته نازله. بشوف بقى، حطيت الطبقه التانية، الوش حطيته من تحت، والظهر بتاع الاسبونج خليته من فوق. فردت الطبقه التانية بتاعت الكريمه، وبسويها دلوقتي بالسكرابر. لو ما عندكيش سكرابر زي ده، عادي، ما توقفيش نفسك، استعملي اي حاجه، مسطره، البطاقه، ورقه كوتشينه، اي ورقه تكون تخينه عندك كده وجامده، مشي بيها على وش الكريمه، هتتساوي معاكي. حطيت، المفروض ان احنا نسيب الجاتوه بتاعي في الفريزر ليله كامله، بس انا الصراحه كنت مستعجله عليه، فما قعدش في الفريزر غير حوالي 4 ساعات، وطلعته. هساوي بقى الطروف بتاعت الاسبونج بتاعي. عندي ميه سخنه جنب مني، احط السكينه بتاعتي في الميه السخنه، اطلعها انشفها، وبعد كده امسحها، وبعد كده امشي على الحروف بتاعتي، هتنزل معايا وهتسويها على طول. كل مره اجي اشيل ناحيه، اغطسها في الميه السخنه، اسحب السكينه، وبعد كده انشفها، وارجع بقى اسوي الحرف بتاعي. كل الزيادات اللي موجوده عندي دي طبعا ما بتترميش، كله بيروح بقى فين؟ بيترمي في بقنا احنا. الاولاد واقفين مستنيين بقى اي حاجه بتطلع بياخدوها على طول. بعد ما سويت الطروف بتاعتي، قسمت السبونج بتاعي كده نصين، وبعد كده قسمته لمربعات. انا مش هعمل الجاتو بتاعي مستطيل، انا هعمله مثلثات. قسمتهم ل6 مربعات، كل مربعين هعملهم بلون شكل. حطيت صوص مانجا، كل مربعين هحط عليهم صوص مانجا مربعين، وصوص فراولة مربعين، وكمان كنت عاملة جناش شوكولاتة، عملت مربعين 2 برضو جناش شوكولاتة. حطيت في كيس حلواني شوية من الجناش بتاع الشوكولاتة، وفتحته فتحة بسيطة، وبعد كده عملت خطوط عشوائية كده تديها منظر حلو. الابيض دي كانت عندي شوكولاتة بيضة خام، حطيتها برضو، عملت بيها نفس الخطوط. جيت بقى اقسم الجاتو بتاعي لمثلثات، عملت نفس الخطوة اللي انا عملتها في الاول، عملتها تاني. المية السخنة، وانزل السكينة، وبعد كده اطلعها امسحها، وانزل على الجاتو واسحب. اوعي ترجعي بالسكينة تاني، لا، انزلي بالسكينة واسحبيها مرة واحدة، انزلي بالسكينة واسحبيها مرة واحدة، علشان الجاتو بتاعك يطلع مظبوط. اخلص بقى كل الكمية بتاعتي، وزي ما اتفقنا كل مرة احط السكينة بتاعتي في المية السخنة، وارجع انشفها، واقطع بيها الجاتو. حطيت على وش الجاتو كده شوية كريمة، وكان عندي كريسبيات ملونة حطيتها، تزيين بسيط، يعني اي حد في البيت يقدر يعمله. بصي الجاتو بتاعي شكله عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. هوريكي دلوقتي ارتفاع الجاتو كان عامل ازاي. الجاتو ده كان يحيى جه في مره قال لي: يا ماما انا عندي حفله في المدرسه، وعايزك تعملي لي تورتايه وجاتو. قلت له: ماشي يا يحيى، نعمل تورتايه وجاتو، انت جيت في جمل يعني. بصي بسم الله ما شاء الله الارتفاع بتاعه عامل ازاي. وكمان الطريقه اللي قلت لك عليها، ان انا ضربت الاسبونج، اخدت فيه حوالي 10 دقايق ضرب، طلع اكتر يعني احلى من كده واعلى من كده. هو ده الاسبونج اللي انا بقولك عليه، ده الجاتو اللي انا عملته، اخدت فيه وقت في ضرب الاسبونج نفسه. كمان مش ظاهر في التصوير زي الحقيقة، وكان هش خالص، ومحتاجش ان انا كمان ان انا اسقيه. التورتايه اللي فاتت دي اللي انا عملتها ليحيى، قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات. لو عجبك الفيديو متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامه.